السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اللي بيشوفوني جوه مصر وبره مصر يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى نحط اكل كده للطيور مع بعض ونشوف ازاي نوفر في الاكل بتاعهم. دوت بقى بواقي الاكل بتاعتي. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن عيش مبللاه. اي عيش بيتبقى منك في المطبخ، على اي خضار بيتبقى منك، اي خضار عندك، شوية رز، شوية فلفل، اي حاجة باقية منك من الخضار، حتى لو قشر البيض برضو حطيه مع اكل الطيور. بحط عليه كمان سرس او ردة. عندك ردة حطي، عندك سرسة ردي حطي. وكمان بحط عليه نسبة دش ونسبة العلف او العليقة. ده لازم يكون في الاكل بتاعهم عشان الفراخ اللي بتبيض عندك تتنيها تبيض، وكمان الفراخ اللي لسه هتبشر ان شاء الله تبشر معاكي بسرعة. طبعا ما ينفعش ان انت تشيلي منهم العلف، هينقص الكالسيوم من جسمهم وهيتبهدلوا منك وهيغيبوا على ما يبيضوا. وطبعا لو في حاجة بقى بتبيض كمان مش هتبيض باستمرار خالص معاكي ولا هتشوفي منها بيض قد كده. تمام. كده انا حطيت لهم بقى الاكل بتاعهم. وزعته بقى كده في الاطباق بتاعتهم ديت. وكمان هجيب لهم برضو خضار انا مقطعاه، كرنب، قشر كرنب، خس، اي خضار عندك، كرات، اي خضرة قطعيها برضو حطوه لهم. وممكن تحطيها وجبة واحدة بس في وسط اليوم كده. طبعا انا بنزل لهم وجبتين بس، بنزل لهم الوجبتين، وجبة الصبح ووجبة اخر النهار كده العصر. كفاية عليهم قوي عشان ما يليسوش معاكي من كتر الاكل. تمام. اجيب لهم بقى كمان خضرة من عندي من جوه واحطها لهم ياكلوها. طبعا انا يا جماعه اتاخرت عليكم الاسبوع ده في الفيديوهات، سامحوني بقى. بس انا اقول لكم على السبب دلوقتي. بس هنخلص العلف كده بتاع الطيور واقول لكم انا اتاخرت عليكم ايه. بس انا لسه اللي عايزه، اللي لسه متابعني لحد دلوقتي في الفيديو، يا ريت يحط لي لايك فضلا منكم. ما تنسونيش في اللايك يا جماعه، عشان اللايك قلت لكم بيرفع الفيديو، وانا مش بلاقي فعلا اي لايكات على الفيديو. ده بيزعلني وبيضايقني طبعا ان انا ما بلاقيش اي لايكات على الفيديو. وفعلا انا كنت متضايقه وخلاص قلت مش هنزل فيديوهات تاني. يعني مفيش حد بيشجعني ولا كده. بس لا، قلت لا انا هكمل وان شاء الله ربنا هيكرمني. كل حاجة بتيجي بالتعب والصبر. فان شاء الله كده انا عايزاكم تدعموني باللايك كده عشان الفيديو يترفع معايا. انا كده بقى هحط اكل للطيور، كمان هحط للزغاليل بقى والحمام ده. الزغاليل طبعا كبروا شوية، انا بحاول اوريكم الصورة شوية اقربها لكم. كبروا شوية كده بس لسه يعني ما بياكلوش لوحدهم. طبعا حطيت لهم الاكل بتاعهم، وبرضو بحط لهم عليه برضو علف عليقة عشان برضو يتني الطيور معاكي كويسة وبتبيض. وكمان عشان الزغاليل اللي بتاكل ديت طبعا تكبر برضو معاكي بسرعة. طبعا هما ما شاء الله عليهم حلوين الحمد لله. طبعا تشتغلي مع الطيور زي ما انا قلت لك، مرة في الاسبوع كالسيوم، ومرة رفع مناعة، مضاد سموم، اي حاجة ان شاء الله لو طبيعي من البيت. لإزازة الدواء لو هتجيبيها من البيطري هتقعد معاكي مسافة. لو هتجيبيها لو هتجيبيها جملة زي ما انا قلتلك قبل كده هتجيبي ربع كيلو، هيقعد معاكي لو عندك طيور شوية طيور حلوين كده هيقعدوا معاكي مسافة. هتجيبي منها تحطي للحمام، هتجيبي منها تحطي للفراخ، ارانب، اي حاجة هتقعد معاكي فترة عما تجيبي كل شوية كده من البيطري. تمام. بقرب لكم كده الصورة عشان اوريهم لكم. لسه صغيرين سبحان الله، اي حاجة صغيرة شكلها بيبقى جميل. كده انا خلصت لهم بقى الاكل بتاعهم، ونروح مع بعض كده بقى نشوف الخير والرزق اللي ربنا رزقنا بيه النهارده ان شاء الله. الحمد لله، اي حاجة ربنا يرزقنا بيها رضا الحمد لله من عنده. الحمد لله ما شاء الله. دولت 5 بيضات. بس طبعا انا لسه يعني ايه الظهرية كده، يعني ممكن ان شاء الله كمان حاجة تبيض برضو تاني. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا جماعة. بس ما تنسونيش في اللايك وتكتبوا لي كومنت كده حلو منكم تحت الفيديو. اي كومنت انا هجاوب عليه ان شاء الله.
بس ما تنسونيش في الكومنتات بتاعتكم، وكمان اللايكات عشان نرفع الفيديو، واللي لسه اول مره بيشوف قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا مني اي فيديو جديد بنزله بامر الله. دي الخضره بقى اللي قلت لكم عليها اللي انا مقطعاها طبعا حتت صغيره كده عشان ياكلوها. خاص، كرنب، كرات، اي خضره بتحطيها قدامهم كده وهم بياكلوها. هم بيحبوا الخضار، اي طيور بتحب الخضار، يبقى بالنسبه لها يعني فاتح للشهيه بالنسبه لهم. ممكن تقطع لهم كمان بصل، ثوم، تحطي مع الخضره او تحطيه مع الاكل، بيفتح نفسهم كمان للاكل. وكمان بيبقى طبعا مضاد حيوي طبيعي عندك انت بتحطوه لهم، لو كل يوم هتحط لهم او مرتين حتى في الاسبوع على الاقل برضو بيبقى كويس معاكي. اعملي كده ان شاء الله وطيورك هتنيها حلوه، ومفيش حاجه اي حاجه هتصيبهم في فصل الشتاء. كمان احنا طبعا عارفين ان فصل الشتاء ده بتكتر فيه الفيروسات والامراض اللي بتيجي للطيور، فعشان كده تحط لهم الحاجات دي بترفعي مناعتهم وبتقويها، اللي هو زي البصل والثوم. وكمان الرفع المناعه برضو معاكي بتاع البيطر يبقى موجود، غير الحاجات الطبيعيه بقى اللي انت بتعمليها لكم كمان. وكمان كمان قلنا عليه الكالسيوم طبعا لازم برضو يبقى موجود معاكي مره او مرتين تنزليه لهم في الاسبوع، تحطوه لهم في الميه في الاسبوع. اللي لسه متابعني يا جماعه في الفيديو يحط لي لايك. ان شاء الله دايما هنزل لكم فيديوهات باستمرار الفتره اللي جايه، عشان ان شاء الله لازم هوصل للي انا عايزاه. بس ان شاء الله انا مش هوصل للي انا عايزاه غير بدعمكم ليا تحطوا لي لايك وتتفرجي على الفيديو للاخر عشان يتحسب عليه مشاهدة. وطبعا لو حد يعرف ساعات المشاهدة بتنحذف ليه من المتابعين بتوعي، لو حد عارف ساعات المشاهدة بتنحذف ليه لوحدها كده يقول لي برضو في الكومنتات تحت، عشان بجد انا مش عارفة السبب اللي بيخليهم يحذفوا ساعات المشاهدة كده من غير سبب ليه. انت طبعا بتبقي تعبتي في ساعات المشاهدة ومرة واحدة تلاقيها بتنزل، دي حاجة بتضايقك جدا جدا جدا. فياريت اللي يعرف يا جماعة هي ليه بتنحذف يقول لي. وطبعا اللي لسه اول مرة يشوف القناة ما تنسونيش بقى في اللايك وتشتركوا في القناة، وان شاء الله يعني هتعجبكم باذن الله. ادخلوا كده واتفرجوا على الفيديوهات اللي فيها هتعجبكم ان شاء الله باذن الله. وهنقدم وصفات كتيرة ان شاء الله موفرة الفترة اللي جاية، ان شاء الله هتعجبكم. هنعمل لهم وصفات كتيرة وحاجات توفر معانا في نسبة العلف اللي احنا بنحطها ديت. يا رب الفيديو كان عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.